السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الإخوان والأخوات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين أموركم بخير؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله باش ما تمنيتو. واحد الموضوع اللي طار الانتباه ديالي هاد اليومين 3 أيام. ما فهمتش انا واحد المجموعه اللي كانت كتضامن مع السريعه ومجموعه اخرى اللي كانت كتضامن مع سعاد. اش غادي نقول لكم؟ كل واحد ولا كيلغي بلغاه. ما فهمتش انا. بغيت نعرف حاجه وحده. علاش نتوما ملي كتكونوا كتامنوا؟ تحيه بعدا قبل ما نبدا في الموضوع، تحيه للقلاليش اللي كيبقاو مع الناس ديالهم حتى الاخير، يعني كيكونوا مآمنين بالقضيه ديالهم. كيكونوا كيحسبوهم شي حاجه منهم الصراحه. يعني المتابعين ديال القلاليش تحيه لكم بزاف بزاف والله العظيم. انا كنشوف هاد الناس دابا، انا دابا كندوي على القنوات، اللي هما دابا مع هذيك الجهه ديال الاسره المغربيه، اللي هما امنوا بالقضيه ديالها، امنوا بالمواضيع ديالها، يعني الثقه، يعني المواضيع الحصري. دابا كنشوف انا كلشي تقلب السفاعل عليه. ما فهمش واش ما بقى ما يدار، ما بقاش الموضوع. بان لي انا بحالي ما بقاش عندكم الموضوع، ما بقاش عندكم علاش كتهضروا. انا زعما كيبان لي كل شيء كيلغي بلغاه، كل شيء. يعني اعاده الموضوع والنشر واعاده يعني ولاو كيجبدوا داك الشيء ديال القديم، ولاو شد لي نقطع لك. بغيت نعرف انا حاجه وحده. قال لك حاشاكم الدفله ملي كتخرج من الفم ما كترجعش. يعني المواضيع اللي دازت الناس كتدافع على شي حاجه. انا غنقول لكم اصحاب القنوات، هذه هي المشكل ديالكم. ملي كتكونوا كتدافعوا، حيت عرفتي شنو ملي كندافعوا على التفاهه، يعني نهار اللي كتسالي كتولي كنقلبوا غير على شي تفاهه اخرى. هادشي دابا طرا صحاب القنوات بزاف. نتوما كنتم امنين بلبنى، بالكلام ديالها، بالصرامه ديالها، وانتم عارفين لبنى ما كانش كتعطيكم الحصري، كانت يعني كتلوح لكم واحد الرشيشه ديال الحصري ديالها. يعني هي حريصه على بزاف د الحوايج ديالها الخاص بها، ما كانش كتخرجوا. يعني كتبقى تلعب به غير في الهدف ديالها، ما كتعطي لحد، ما كتوري لحد، وانتم عارفين هادشي هذا. دابا ما يضركمش الحال بان يلا دابا ولات ما مزياناش، وليتو كتهاجموها، كل واحد كيهاجمها من جهه. انتم عارفين بعدا اصحاب القنوات، انتم راكم الحمد لله بان خدمتوا بالموضوع ديال زينة المحارم، خدمتوا بالموضوع ديال بكريشه، خدمتوا ديال يسرى، كلشي خدمتوا به. ويعني ما يبقاش فيكم الحال دابا كتقولوا لا شوهونا، ضيعنا معاهم الوقت. اش من وقت ضيعتو؟ انا بغيت نعرف. واش بنادم ما كيشبعش؟ واش ما طلعتوش الادسنس؟ ما خديتوش؟ والله يجعل البركه. الانسان غادي تقولوا لي بان هما مشوهين، وانتم راكم عارفينهم مشوهين من الاول. انتم عارفين بان هاد الاسره مشوهه. راه قال لك ما دير يدك في غير ما يعضك حنوشه. انتم عارفين هاد العائله بانها كتاجر بداك الشيء ديالها، بالخاصيات ديالها، وانتم دافعتوا عليها وكنتوا يعني لبنى عندكم قطره من العينين. دابا شنو دابا كديروا؟ وليتو كتجبدوا لا من ديك الجهه لا من هاد الجهه، كتجبدوا المقاطع ديال القديمه وتنوضوا تنشروا، والفيديو والاوديوات، وهذا حتى لهاد الدرجه بنادم صافي. طيحتوا النيفو بزاف. صافي ما بقاش عاجبكم هاد السيده، ما بقاش كتعطيكم الحصري، ما بقى عندها ما يدار. ايوا صافي باس، قلبوا على شي فضيحه اخرى، قلبوا على شي فيكتيم اخر اللي تخدموا به. اما باش تبقاو تخرجوا بحال ما هكايا لا وكتهاجموا فيها واللي فيها يكفيها. وديك السيده شي انا لا هي ولا سعاد، اللي فيهم يكفيهم. راه ما سهلاش بان تعطي حياتك وتعطي الخاصيات ديالك والعالم كلشي، اللي عايرفك، اللي يسب فيك. يعني عندها الناس اللي كيبغيوها، عندها الناس اللي باقين كيتضامنوا معاها. ولكن نتوما راه ماشي ما ديتو والو، ماشي ما ربحتو والو. راكم تبارك الله ما شاء الله، راه خدمتو، دخلتو فليسات. والله يجعل البركه. راه ماشي السوشيال ميديا اللي قدامكم دابا، راه غير فرصه ومناسبه. يعني مره تعطيك ومره تهبطك. والله يجعل البركه. قلبوا
صافي ما تعطيوش للناس، ما تعطيوش للعالم، على الاسره المغربيه هاد الحويجات بحال ما هكا. نوضوا دويو على شي حاجه، وراه عطا الله اصحاب القنوات علاش دويو. ولكن نتوما دابا الشوهه هي اللي كتدخل لكم الفلوس، ودابا دايرين هاد المحتوى نايضين هاد الايامات. كنشوف انا مالهم من هاد الناس، تقلبوا سفاهم عليهم، كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد كيدوي الهجوم. ها خجلوا بنته هي عقلها خارج. يعني راه شوفوا، راه صعيب الحال بان بنادم يعطيك حياته. عرفتي شنو يعطيك؟ داكشي اللي هو خاص به راه قليل. راه ما يمكنش تبقى اي حاجه هي باغا ديرها غتقولها لكم. راه واحد النهار انسان صافي كيفهم، كيعرف الخبايا ديال هاد العالم الاحمر. صافي حتى هي راه ولات عارفه، راه فهمات، راه ولات كدير شي حوايج يعني بدونكم. يعني ما يمكنش فيما تكون شي هذا وخصنا نعيطوا لفلانه، خصنا نعطيوها الحصري، خصنا نديروا ليها. وصافي هي راه ولات فاهمه، ولات عارفه. ايوا هما استافدوا وانتم استفدتوا. والله يجعل البركه. سدوا بركه من هاد الشوهه، بركه ما تنشروا في المقاطع ديال العيالات المغربيات. انتم دابا كتساهموا في اعاده النشر، كتساهموا في هاد المهزله بان لا سعاد هاي دابا رجعت ليها بنتها ما تصالحوا. لا جيتوا غتحقوا اولا نتوما فهمتوا، يلا فهمتوا يمكن اللعبه. نتوما اصحاب القنوات يلا يمكن عقتوا بان المستفيد الكبير كانوا هما استافدوا اكثر منكم. يعني بحال يضركم الحال، بغيتوا تكونوا تنتوما بحال اللي بغيتوا تاخذوا التعويض ديالكم ديال هاد السنه ولا سنه ونص ولا سنتين، وانتوما بحال بغيتوا زعما الوريقات ديالكم، بغيتوا زعما الضمانه ديال هاد السنين ولا هاد العامين اللي نتوما مع هاد الاسره المغربيه وكتدافعوا عليها. راه علاش كنقول لكم ديما بان راه مول القناه، راه ولا المتابع راه ملي كيتفرج فيكم راه كيسد التليفون وصافي. راه نتوما اللي كتبقاو في الواجهه، راه نتوما اللي كتوليو عندكم واحد الطابع بان كاع دوك المقاطع، كاع داك المعيور، داك السبان، داك الشوهه اللي كتشدوا وتحطوها في القناه ديالكم كتبقى عار عليكم، لان كتساهموا في اعاده النشر ديال التفاهه. ولكن شنو استفدتوا؟ صافي الله يجعل البركه. الانسان ما يبقاش فيه الحال الا نوضوا دابا باغي نتمرضوها، كل واحد ينبش فيها من جهه. الله يجعل البركه بان نتوما عارفين بان راجلها في الحبس، ديك البنيه باقا صغيره، راه باقي قدامها واحد السنين طويله عندها. دابا كتقول ربما يخرج يطلقها ولا يبقى معاها ولا ما يبقاش معاها. يعني داكشي اللي هما كيحسوا به هما اللي عارفينه. اسره مغربيه راه ما يمكنش تعطيكم، ولا نتوما اصحاب القنوات غتعرفوا الخبايا ديال الاسره المغربيه اشنو كتخطط. وانتم عارفين راه من الاول كان بوكريشه ما كيدخل حتى حد معاه في داك المشاكل ديالو، ولا يعرفوا الناس اشنو كان كيدير. يعني كاع ملي كنتو كتشوفوا ملي يبغي يشري شي حاجه ولا يدير شي حاجه كان كيشريها بواحد الشهر قبل ولا ما شحال، وما كيقولها، كيبقى يقولها تدريجيا. هما بحال ما هكاك. ولكن ما يضركمش الحال اصحاب القنوات اللي كنتو معاهم واللي كنتو في جنبهم. يعني خدمتوا، دخلتوا الادسنس، استفدتوا. والله يجعل البركه. نتوما استفدتوا ودرتوا مقاطع عندكم وهاجمتوا واش كذوب ولا صح. شوفوا نتوما مع الله اش غادي ديروا. وهما عطاو ريوسهم، عطاو فضيحتهم، شوهوا براسهم. ولكن ما نجيوش حتى الاخر دابا وتنوضوا اش غادي نديروا. لا ما فيهم خير، داروا فعلوا هاديك فعله. ولكن حشومه راه داير المشكل دابا ديال صحاب القنوات. راه قلت لكم وسمحوا لي بزاف. راه وليتوا بحال الشناقه، ها كل مره في جهه، ها كل مره مع كتسبوا في هدف، تسبوا يعني كتسبوا بحال كتسمسروا. عرفتي التمصير؟ بان اي وحده عندها شي فضيحه، اي وحده عندها شي مشكل خصنا نشدوها ونخدموا بها. راه عمركم ما تقولوا لي بان كتضامنوا، راه ما كتضامنوا مع حتى حد. كنتو كتضامنوا كيبقاو فيكم الناس، على الاقل بزاف د الناس اللي هما فعلا محتاجين توقفوا معاهم، محتاجين.
تضلوا عليهم، محتاجين تمد لهم يد المساعده، ولكن نتوما كتمشيو غير مع الجهه اللي هي طالعه. انا كي قلت لكم في الفيديو قبيله، حتى لا بغيتو توقفوا مع شي مول القناه خصو تكون قناته، ولا بغيتو تسبوه ولا بغيتو تعايروه ولا بغيتو تنتقدوه، خص قناته تكون طالعه. اما بالنسبه على قوه الله اكبر، اما بالنسبه للناس اللي هما مساكن قناتهم هابطه ومحتاجين، شناهم شحال وحده كنشوفوهم كيف ما قلت لكم على الهرنونيه ماشي تخرج ليا، امريات عطاهم الله، بزاف كنشوفهم انا محتاجين ليكم، وذوي الاحتياجات الخاصه كاينين موجودين، وما كتكملوش معاهم، ما كتذكروهمش ما كتجبدوهمش. ولكن ملي كنشوفوا شي قناه يعني نايض ليها الكاسول ولا حاقرها ولا شي حاجه، كلشي كيتضامن معاها. اما اسره مغربيه صافي الله يجعل البركه، صافي اللي غلب يعف، صافي المصارن ديالها عرفتوهم، الشوهه اللي ما عمرها يعني صراحه يعني شوهتوهم في العالم. هالمقاطع دابا وليتو كتديروا اعاده نشر ديال المقاطع ديال الفيديوهات ديال الفضيحه ديال يعني صافي الله يجعل البركه. ما تديوش ما تخليوش راسكم صغار قدام هاد العائله، لان نتوما اللي كبرتوا ليها كيف ما كنقولوا الشان، راه نتوما سباب الناس اللي كتطلعوهم في الاخر كتقولوا راهم داروا فينا ما فيهم خير، لان هادشي اللي كاين. انا بان ليا كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد اش كيقول. نتمنى انا صحاب القنوات تقلبوا الموضوع، قلبوا على شي حاجه. كنشوف بزاف د الناس بحال اللي غياكلوا جنابهم على لبنى، غادي ما شنو بغاني يديروا عليها على قبل، بان واش ما بقاش كتسديها فيهم، واش ما بقاش كتعطيهم الحصري، واش بغاو كاين بعض القنوات اللي هما كيبغيو يستغلوا مول الموضوع، اولا اللي عندها شي شوهه كيبغيو يستغلوها، كيبغيو يقودوها كيف ما بغاو. راه ما يمكنش يا عباد الله. لبنى اصلا لبنى راكم عارفين لبنى ما كتبغيش اللي امرها، ولا اللي لبنى عندها واحد انا راكم عارفيني ماشي ما كنجي لا مع لبنى، انا كنقول دابا كلمه الحق. لبنى راكم عارفينها روفيكس، ما كتبغيش اللي يقودها، ما تبغيش اللي امرها، ما كتبغيش، وراه من زمان وانتم عارفينها. يعني حتى باش يقول لها شي حد طلعي مداخله ولا ديري ولا قولي لينا ما كتقولش. لهذا كنتمنى من صحاب القنوات ردوا البال الكلام ديالكم، ما تبقاوش ديروا تكرار في الموضوع. صافي بكري يخضع العقاب ديالو، هما راه هذا عقاب ليهم فراسكم. يعني هاد الناس اللي بحال ما هكا راه تا هما عقاب، هاد يعني ما مرتاحينش في حياتهم، ينقزوا هنا ويمشيو هنا، هذا يسبهم وهذا يعايرهم. ودابا شي وحدين خارجين كيقولوا هادشي اللي لبنى دايره غير باش تشريو ليها الدار. يعني كل واحد كيلغي بلغاه، وحدين كيخرجوا كيعايروا فيها كيسبوا فيها. ردوا البال بان عندها واحد البنيه، ما تخليوش ديك البنيه واحد النهار غتكبر وغادي تشوف هاد العالم الاحمر، وغتشوف امها كيفاش كانت كتهاجم، امها كيفاش كانوا كيسبوها، كيفاش كانوا حتى هي كيتاجروا بها. يعني حشوموا عيب. حنا عندنا وليداتنا، حتى نتوما راه عندكم وليداتكم. يعني عار علينا بان ننشروا التفاهه، وكاع هاد التفاهات نشرات ومشات وكل واحد خدا العقاب ديالو. ايوا ما نرجعوش ونقولوا غادي نحطوا ليها، غادي نحطوا الفيديوهات ديك الجهه ولا هاد الجهه. حشومه وعيب نبقاو غاديين بهاد الشيء هذا، لان عطا الله علاش تهضروا. كاين مواضيع، كاين ديروا شي حويجات، باغيين تجمعوا في اللايفات، باغيين تجمعوا في المنصات، ديروا شي مواضيع ثقافيه. عطا الله ما ديروا. يعني ماشي ضروري حنا غنوضو نقلبوا على التفاهه. حنا هادشي علاش دابا القنوات صحاب القنوات ما بقاو باغيين يديروا حتى شي مواضيع. علاش؟ لان التفاهه هي اللي كتطلع وهي اللي كتدخل ادسنس. الى الانسان عاق وفقع. حنا كنشوفوا دابا كل نهار وحدين خصهم غير يسطوا لهاد الحمام، باغيين يتريشوا كل وحده في قنت، هذه تسب في هذه وهذه دير في هذه وهذه شارفه وهذه دايره وهذه فاعله. الرجاله تا ما بقاوش كيحترموا العيالات تا ما بقاوش كيحترموا الرجاله. ايوا تالين وكتقولوا راسكم بانكم مثقفين وواعيين وما كاينش حتى حد بحالكم، وانتم جهاله وحق الله. انا كندوي على اللي كيعاير وكيسب الهضره الخايبه. انتم جهاله من الدرجه الاولى. وهذا العالم الاحمر راه ما الصراحه ما غاديش
ما غاديش ينفعكم. لهذا غنقول لكم شكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله، ونهايه اسبوع موفقه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا، والله يسمعنا خبر خير على الوليدات اللي هما عندهم الباك هذا العام. طلبوا معنا الله يفرحنا ويفرح وليداتنا ووليدات الجميع ان شاء الله.